تخيل معايا شخص ضعيف ملطشة للكل ومكروه من أهله، بيجيله حد ويرسم له لوحة غامضة وبتكون دي السبب في تغيير حياته، وبيتحول لشخص أقوى بكتير عن الأول ومحدش بيقدر عليه. النهاردة هنشوف إيه اللي هيواجه بطلنا مون خلال حياته. بتبدأ قصتنا بأبو بطلنا سونغ اللي من طفولته وهو كان معروف بقوته لدرجة إنه هزم كذا شخص في مصارعة في قريته وهو لسه ما كملش ال 15 سنة حتى. ولكن في يوم من الأيام ولأسباب مش معروفة رجع قريته وهو مصاب وكمان عنده فقدان ذاكرة. ومن حظ سونغ الكويس إنه أخده حاكم طيب وقرر إنه يخليه يعيش معاه بما إن سونغ مش فاكر بيته فين ولا حتى أهله مين. وبرغم فقدانه للذاكرة كان عايش حياة كويسة مع الحاكم الطيب. وبعد سنة بالظبط اتقلب حال سونغ والحاكم مات، وحتى عيلة الحاكم اللي سونغ كان عايش معاهم سافروا بعيد عن القرية. وبنعرف ان الحاكم علمه مهنة انه ازاي يكسر الشجر ويشتغل بالخشب. وبعد ما مات الحاكم سونغ فضل يشتغل لسنين طويلة لحد ما وصل لسن ال 25 سنة، وكان كل حاجة في حياته ماشية صح وناقصة انه بس يلاقي زوجة يكمل معاها حياته. وبنشوف سونغ وهو متضايق وبيقول هو ليه مفيش ولا واحدة في القرية دي موافقة انها تتجوزني؟ انا هروح قرية تانية ومتأكد ان هناك هلاقي بنت مناسبة ليا. وبمجرد ما سونغ اخد قرار انه يعمل رحلة استكشافية عن بنت للجواز لقى نفسه فجأة واقف قدام واحدة مصابة ومليانة كدمات اسمها بايك. ولما شافها افتكر نفسه لما كان جاي القرية مصاب وفقد الذاكرة، والكل كان خايف جدا من بايك لانها جاية لوحدها وفي سيف جنبها وباين عليها من عالم الفنون القتالية. ولكن سونغ هو اللي كان معاها ووقع في حبها من اول نظرة وكان عايز يتقدم لها كمان، ولكنها رفضت لانها عايزة تعيش حياة لوحدها، وده كان واضح من رفضها لسونغ. ولكنه ما استسلمش وفضل يزن عليها في موضوع الجواز يجي اكتر من 30 مرة مثلا، وفي كل مرة بترفض وتجمع كل اهل القرية علشان يقنعوها. واخيرا وافقت وراحت لسونغ اللي كان يا عيني خلاص فقد الشغف وقال انه خلاص هيقضي بقى عمره بيقطع في الشجر. ولكن بتيجي بايك وبتقول له لو اتقدمت لي تاني دلوقتي دي هتكون المرة ال 120 اللي تطلب فيها الجواز مني. وبتقول له كمان انها موافقة على جوازهم. ووقتها سونغ بيبقى هيموت من الفرحة وبنى فندق كبير وعاشوا فيه سوا هناك. وبعد سنة خلفت بايك اول ابن ليها من سونغ وسموه مون، وده بطل قصتنا النهارده. وكان سونغ وبايك فرحانين بيه جدا، ولكن بعد ما بايك خلفت مون تعبت جدا وجسمها بقى ضعيف. وبعدها خلفت تاني طفل واسمه كانغ، ووقتها تعبها زاد اكتر وما بقتش حتى بتقدر تقوم تخرج من البيت. وسونغ كانت كل فلوسه رايحة على علاج مراته. وبعدها الوالدين ابتدوا يكبروا ومون كان نسخة من شجاعة امه وكان ذكي جدا وجسمه قوي. وعيبه الوحيد انه كان شقي جدا وصريح واي حاجة ما تعجبوش بيتكلم عنها عادي بكل جراءة. ولكن بعدها بفترة مون اللي كان قوي وجسمه صحي بقى ضعيف جدا ووشه شاحب. وسونغ كان مستغرب جدا ان ازاي الولد الشقي اللي كان بيجري ويلعب بقى ضعيف بالشكل ده. وبنشوف كانغ وهو كان مختلف تماما عن مون، هو كان قوي وكل حاجة لكن ما كانش ذكي زي مون. ولما كبروا شوية لفتوا انتباه مجموعة هواسان اللي موهوبين في فنون الدفاع عن النفس، وكانوا وقتها جايين يقيموا في فندق سونغ. وبيقرب واحد من المجموعة على كانغ وبيقول الطفل ده جسمه قوي ومتين ولو اتدرب معانا فهيبقى شخص عظيم في المستقبل. وبيفرح سونغ وقتها وبيسأل الراجل ده لو كان ينفع ياخد منه هو كمان ويتدرب، ولكن بيقول الراجل ما ينفعش للأسف لأن باين عليه إن جسمه ضعيف جدا وهينهار مننا في خلال 5 أيام بس بيجي قائد المجموعة وبيرفض هو كمان وبياخدوا كانغ بس وبيمشوا. وبيودع كانغ أبوه وبيروح معاهم، بس وقتها مون بيكون حزين جدا وحاسس بالكسرة وبيقعد لوحده في أوضته بيعيط وبيقول هو انا ليه ضعيف قوي كده عن الباقيين؟ انا كان نفسي مجموعه هواسان الفنانين القتاليين ياخدوني معاهم. بس بايك بتكون قلقانه جدا على كانغ وبيقول لها سونغ ما تقلقيش هو كانغ اللي كان نفسه يروح ومتاكد انه هيكون بامان هناك. وبتقول له بايك انا مش بس قلقانه على كانغ، لا انا كمان قلقانه على مون اللي اتساب لوحده هنا بعيدا عن اخوه، انا كان نفسي يكبروا سوا مع بعض. وبيسيبها سونغ وبينزل يروح لمون علشان يحضروا له الاكل، ولكن بيتفاجئ بنور قوي طالع من شباك مون وبيدخل اوضه مون وبيفتح الشباك وبيلاقي راجل عجوز واقف تحت شباك مون وطالع منه ضوء قوي.
وبينزل سونغ يقابله، ومون أول ما بيشوفه بيقول إن ده شينسون، وبنعرف إن شينسون دي معناها الطاوي الحكيم اللي عنده قوة خارقة. وبيقول الطاوي لسونغ انا جعان جدا، ينفع تجيب لي اي حاجه كلها؟ وبيدخلوا سونغ للفندق وبياكل الطاوي، ومش بيرضى سونغ ياخد منه فلوس تمن الاكل، وبيقول له الطاوي برغم اني فقير فانا ما ينفعش امشي كده من غير ما اديك اي مقابل، فعلشان كده هات لي فرشه وورق. ووقتها بيجري سونغ علشان يجيب له، وبيقول في نفسه انا هخليه يكتب لي حاجه تقدر انها تخلي بايك تخف بسرعه وتبقى صحتها كويسه. وبيقرب الطاوي على مون وبيقول له انا عارف انك نفسك تتعلم الفنون القتاليه، وامبارح عيطت كتير جدا لانك كنت بتتمنى شيء زي ده. وبيتصدم مون من ان ازاي الطاوي عرف حاجه زي كده، وبيديله سونغ ورق وفرشه وبيقول له الطاوي انا دلوقتي هرسم لك لوحه مناظر طبيعيه. وبيخلص اللوحه وبتبقى عباره عن طريق طويل مليان جبال، وبيقول الطاوي لوحتي دي بتعبر عن الامتنان ليكم وهمشي انا دلوقتي. وبيوقفوا سونغ وبيسالوا عن اسمه، وبيقول الطاوي ان مالوش لزوم يعرف اسمه، ولكن هو زعيم الخيط السماوي. ومن ساعه ما الطاوي رسم اللوحه ومون واقف متنح ليها، وبيقول لابوه على فكره اللوحه دي حيه وبتتحرك. وبعد اليوم ده عدت السنين ومون بقى عنده 20 سنه وبقى راجل ناضج، ولكنه برضه مش بيقدر يبطل يبص على اللوحة. وبيجي سونغ وبيدور في الضرب وبيقول له هو انت هتفضل كده طول الوقت متنح للوحة كده؟ طب حتى لو مش قادر تتعلم حاجة من اخوك لكن على الاقل حاول يكون لك لازمة. وبيجري من ابوه وبيطلع بره في القرية، وبنعرف ان برغم ان اللوحة خلت جسمه اقوى الا انه كان ملطشة القرية والكل بيستهزأ بيه وبيعلم عليه. وبيجي واحد اسمه لين بيضربه وبيقول له الأميرة كانت هتتأذي بسببك. وبيبص مون بيلاقي أميرة جميلة جدا موجودة وبيبص لها وهو متنح، وبيكمل ليم ضرب فيه بس بتقول له الأميرة كفاية بقى مش علشان هو ضعيف تعمل فيه كده. ووقتها بيجي شخص للأميرة اللي بنعرف إن اسمها يون، وبيقول لها الشخص بعد 10 أيام في غوريانغ بيونغ هيكون في هناك منافسة هيتجمع فيها كل الفنانين القتاليين، وكمان الإمبراطور سانغ هيكون هناك وهيشرف على المنافسة دي، فقولي لي هنعمل إيه؟ فبترد الأميرة يون سيبك أنت من الموضوع ده وأنا ههتم بيه. وبتمشي الأميرة وبنروح للفندق، وهناك سونغ بيبقى قاعد بيقول أسعار الأدوية اللي بتاخدها زوجتي غليت كده وما بقتش قادر أجيب مصاريف الأدوية دي، ولو فضلت كل الفلوس رايحة على الدواء مش هنقدر نجيب الخزين الشتوي. أنا كبرت في السن لكن ابني مون لسه شاب والحياة قدامه ويقدر يعمل فلوس حلوة، ولكن هو غبي وزي قلته ومش بيعمل حاجة غير إنه يبص على اللوحة. وأثناء ما مون واقف بيبص بيقول في نفسه أنا كنت عايز أبقى أقوى أثناء ما أبص للوحة، ولكن كل اللي حصل إن بقيت غبي أكتر. ووقتها بيتعصب سونغ جدا وبيقوم علشان يكسر اللوحة، بس مون بيمسكه وبيمنعه وبيقول له اللوحة دي بتاعتي أنا وابعد عنها. وبيقول سونغ في نفسه الولد ده وهو ماسكني حاسس انه بقى قوي جدا. وبيجي عجوز ومعاه حفيدته للفندق علشان ياكلوا، وبيروح سونغ يجيب لهم الاكل، وحفيدة العجوز بتكون بتضحك على مون وبتقول هو بيعمل العبيط ده ماله واقف متسمر كده قدام اللوحة دي. وبيقوم العجوز وبيبص على اللوحة وبيقول انا مش عارف مين اللي رسم اللوحة دي ولكنها فعلا جميلة جدا. وبيسرح العجوز فيها بس بيجي الاكل وبيقعد ياكل، وسونغ بيدي حاجة لمون علشان يوصلها لحد، وبيقول له مون انا هروح بس ارجوك اوعى تعمل حاجه في اللوحه لحد ما اجي. وبيقول له سونغ مش هعمل حاجه بس غور روح وصل الحاجه لصاحبها. وبيقعد العجوز يفكر مع نفسه وبيقول اللوحه دي حاسس ان فيها حاجه غريبه، وبيقوم وبيقف قدامها وبيدقق فيها وبيقول دي مش لوحه عاديه، هي مجرد رسمه ولكن اللي عملها مستخدم فيها احساس قوي جدا. اللوحه دي كنز بيقدر باكتر من مليار جنيه. وبيقرب على سونغ وبيقول له هو ينفع تبيع اللوحة دي ليا وهديك السعر اللي انت هتطلبه؟ وبيستغرب سونغ وبيقول في نفسه معقول هقدر ان اكسب فلوس من اللوحة اللي بكرهها دي وعايز اتخلص منها؟ وبيقول له سونغ انا عايز فيها 5 قطع ذهبية. ووقتها بيطلع العجوز الفلوس بسرعة وبيديها له، وبيقول سونغ في نفسه يا سلام انا بالفلوس دي هقدر اجيب اكل وشرب وكمان الادوية بتاعت مراتي. انا اسف يا مون ولكن انا محتاج الفلوس جدا. وبياخد العجوز اللوحة وهو ماشي بيقول لسونغ انا دفعت لك فلوس اقل بكتير من اللي انا كنت متوقعه، فعلشان كده خد السيف ده كمان. وبتتعصب حفيدته وبتقول ازاي تديله السيف ده علشان بس ادالك لوحة ملهاش لازمة. وبياخد سونغ السيف وبيقول للعجوز انا بصراحة معرفش السيف ده ولكن شكرا ليك جدا. وبيقول سونغ في نفسه
السيف ده شكله كويس، علشان كده حفيدته اتحمقت قوي لما اداهولي، يا ترى لو بعته هيجيلي كام؟ وبيجي بعدها مون وبيتعصب جدا على سونغ وبيقول له انت غفلتني ووديت اللوحه فين؟ انت حرقتها ولا بعتها ولا نيلت فيها ايه؟ وبيرد سونغ انا بعتها علشان زي ما انت شايف احنا ظروفنا صعبه قوي وكنت محتاج الفلوس. وبيقول مون انت كذبت عليا في الاول وقلت ما بعتهاش، وكمان انت ما قلتش لامي اصلا انك بعتها، وانا هروح اقول لها حالا. وبيقول له سونغ اهدى بس، امك هتتعب اكتر لو اتضايقت بسبب الموضوع ده. وبيدي له سونغ فلوس اللوحه، وبيساله مون عن الراجل اللي اخد اللوحه مشي من امتى، وبيقول سونغ ان بقاله نص ساعه بس. وبيطلع مون بيجري علشان يلحق الراجل ويرجعه له فلوسه والسيف وياخد منه اللوحه. وبنروح للعجوز هو وحفيدته، وبيكون ماشي بسرعه جدا، وبتقول له حفيدته هو انت ليه ماشي بسرعه؟ شكلك مبسوط قوي باللوحه دي. ولكن شكل اللوحه دي كانت المفضله للواد مون اللهبل ده، انا متاكده انه هيقعد يعيط قد كده لما يعرف انك اخدتها. وبيقول العجوز انا ما فكرتش في الموضوع ده، انا كان كل تفكيري ان اخد اللوحه، ولكن شكله هو صاحب اللوحه دي. ووقتها بيوصل له مون وبيوقفه وبيقول له هي فين اللوحه اللي اخدتها دي بتاعتي انا، هرجع لك كل حاجتك بس ادهاني. وبيقول العجوز في نفسه الولد ده شكله فنان قتالي لانه كان بيجري بسرعه جدا والغضب طالع منه، بس اعتقد ان اقدر اصده، بس انا خايف جدا على حفيدتي دو. ولكن هو ليه متمسك بيها كده؟ شكله عارف القيمه الحقيقيه للوحه دي، واعتقد ان في شيء سري بينه وبينها. وبيقول العجوز لمون هو انت عايز اللوحه بجد؟ انت نسيت الوضع الصعب اللي عندك في البيت ولا ايه؟ وبيقول مون في نفسه انا لما فكرت في الموضوع فعرفت ان ابويا اكيد باعها علشان يجيب علاج لامي، انا حقيقي غبي. وبيقول للعجوز انا اسف خد اللوحه ليك. وبيقول العجوز في نفسه ده اتخلى عن اللوحه علشان وضعهم الصعب، شكله فكر صح. وبيقول له العجوز طب ايه رايك نعمل اتفاق، وهو انك لو قدرت بس تلمسني وقتها هديك الفلوس والسيف ومعاهم كمان اللوحه، ها ايه رايك؟ وبيتصدم مون وبيقول له انت بتتكلم جد؟ انا اكيد موافق. ومون كان متحمس جدا لانه هيقدر ياخد اللوحه وفلوس علاج امه. وبنعرف ان العجوز ده هو امبراطور السيف، وهو افضل فنان قتالي في كونيون واسمه تاي سانغ. وبيقول له مون هو انت بجد هتديني اللوحه لو لمستك بس؟ وبيقول مون في نفسه انا لو نجحت في الموضوع ده هاخد اللوحه ودواء امي، فلازم ابذل كل مجهودي. وبيفضل مون يهوش تايسانغ، وبيقول تايسانغ في نفسه ايه العبيط ده، شكله ما اتعلمش اي حاجه عن الفنون القتاليه. وبيزقه تايسانغ وبيترمي مون على الارض. وبيقول مون هو انا ليه مش قادر المسه بصباعي حتى؟ وبيقوم مون وبيقول ان اكيد المره دي هيقدر يلمسه، بس برضه ما بيقدرش. وبيقول تايسانغ في نفسه وانا اللي كنت فاكر ان عنده فنون قتاليه. وبيقول لمون هو انت ليه مش عايز تستسلم لحد دلوقتي وتوفر الوقت علينا؟ وبيقول مون في نفسه لا مش عايز استسلم، ولكن ده بدأ يظهر ليا ان حركات ايد العجوز شبه حركات اوراق الشجر في اللوحة، وبما اني شفتها مليار مرة فاكيد انا حافظها كويس قوي. وبيهجم مون على تايسانغ، ولكن فجأة بتطلع قوة من ايده بتخلي مون يبعد بعيد جدا ويترمى على الارض. وبتقول الحفيدة دو كفاية بقى يا جدي، انا عارفة انك متضايق منه لانه كان عايز يأذينا، ولكن هو زي ما انت شايف ما عندوش اي فنون قتالية، فارجوك سيبه. وبيقول تايسانغ في نفسه انا استخدمت ضده تقنية صوت التنين الذهبي، ولكن انا ليه حاسس انه اكتشف حركتي؟ ووقتها بيهجم عليه مون، ولكن ايده بتكون اقصر من انه يلمس تايسانغ. وبيقول مون في نفسه يا ريتني كنت استخدمت السيف، كان زماني قدرت المسه بسهولة. وبيحاول مون انه المرة دي يهجم بسيفه على العجوز تايسانغ، ولكن تايسانغ بيستخدم تقنية بتخلي مون يطير بعيد ويترزع على الارض. وبيقول تايسانغ في نفسه الواد ده من تأمله في اللوحة قدر يتعلم الفنون القتالية، ولكن ما اتدربش عليها واكتفى بالتأمل وبس، ده شكل جسمه بينهار وما عندوش طاقة داخلية يوقف الانهيار ده. وبيقرب تايسانغ على مون وبيقومه وبيقول لحفيدته دو احنا هنفضل هنا لمدة ساعة على الأقل، ويا ريت تراقب الأوضاع لحد يجي يغفلنا ويأذينا أو يأذي مون. وبيحس تايسانغ بالذنب وبيقول في نفسه الولد ده كان هيموت بسببي، يا ريتني ما قلت له ندخل تحدي من الاول، انا هبذل كل جهدي علشان انقذ حياته. ودو بتبقى واقفه وبتبص بعيد وبتقول ده هناك طريق غريان غبيونغ واغصان جدي اكيد هيعدوا من هناك دلوقتي، وانا مش هقدر اعمل اي حاجه معاهم لان قوتي مش كافيه ان اقدر اهاجمهم، واللي كنت متوقعه حصل. وبيوصل مجموعه اشخاص ودو بتتصدم لما بتشوفهم وبتسالهم هم مين، وبيرد واحد منهم وبيقول انا اسمي جون واخيرا قابلنا تايسانغ وهنصفي الضغينه اللي عندنا اتجاهه. وبتقول دو في نفسها
دول شكلهم كانوا بيراقبونا كل الوقت اللي فات ده، يا ترى هعمل ايه دلوقتي معاهم؟ ووقتها تاسينغ بيبقى في دنيا تانية ومشغول مع مون، وبتتعصب دو وبتقول لجون: هو انت ازاي تتجرأ انك تيجي تواجه الزعيم تاسينغ؟ هو انت مش خايف تموت؟ وبيرد جون: هو انت فاكرانا اغبياء ولا ايه؟ ما الكل عارف ان مركز الطاقة بتاع تاسينغ اتدمر، وانا جاي بصراحة اتسلى عليكم شوية بسيفي. وبيهجم عليها بسيفه وبتحاول تبعد عنه، ولكن فجأة بيظهر شخص اسمه جيونغ وبيقدر يصد هجوم جون وبيديله بالرجل في بطنه. وبيتعصب جون وبيقول له: هو انت مين يا كلب؟ وازاي تجرؤ انك تتدخل في الموضوع؟ هو انت ما تعرفش احنا مين ولا ايه؟ وبيرد جيونغ: يعني هو رجولة منكم ان انتوا الاربعة تبقوا ضد بنت صغيرة؟ ده انتوا حثالة. وافراد المجموعه بيتضايقوا والكل بيطلع سيفه، وبيقرروا ان موت جيونغ النهارده هيكون على ايديهم. ولكن جيونغ بيمسك سيوفهم بايده وبيقدر انه يكسرها، والكل بيتصدم من قوته. وبنشوف بعدها تاسينغ وهو قاعد بيعالج مون وبيقول في نفسه: انا حاسس ان قوتي بتمتص وطاقتي الداخليه بتفقد وبتدخل جوه جسم مون. ووقتها مون بيكون مغمى عليه وبيقول في نفسه: هو ايه الشيء الغريب اللي بيحصل في جسمي ده؟ انا حاسس ان جسمي بينهار، ولكن شكل العجوز بيديني طاقته، وكمان انا بمساعدة اللوحة هقدر اصلح جسمي وابقى اقوى. ووقتها بيفوق العجوز تايسينغ بعد ما ادى ليمون قوته، وبيجري على حفيدته دو يطمن عليها، ولكن بيحس بريحة دم. وبيبص بيلاقي ان كل افراد المجموعة اللي كانوا بيهاجموا دو مقتولين ومرميين على الارض. وبتقول له دو: انا ما قدرتش اتعامل معاهم وكانوا هيموتوني. وبيقول لها تايسينغ: طب هو مين اللي قتلهم يا ترى؟ الامبراطور السماوي ولا الراجل السادس؟ وبترد دو: لا، ده فجأة ظهر شخص معاه رمح وقتلهم كلهم ومشي بسرعة وقال لي إن اسمه جيونغ. ولكن هو ليه الواد مون ده لسه ما فاقش لحد دلوقتي؟ هو مات ولا إيه؟ وبعدها بشوية بيفوق مون وبيشكر تاسينغ إنه أنقذه، ولكن تاسينغ هو اللي بيتأسف له لأنه كان السبب في اللي هو فيه. وبياخد مون اللوحة وبيديله تاسينغ فلوس أكتر من اللي كان مديهم لسونغ أبو مون، وبيفرح مون جدا وبياخد الحاجات وبيشكره. وبيقول تاسينغ في نفسه: انا حاسس انه بعد ما اخد قوتي انه اتغير جدا وتجاوز توقعاتي بصراحه. وبيسألوا مون عن الاشخاص اللي مقتولين وغرقانين في دمهم دول، وبيرد تاسينغ: دول عندهم ضغينه ضدي، ولما جت الفرصه ليهم علشان يهاجموني ظهر جيونغ وخلص عليهم. فبيقول له مون: ايه ده؟ مش جيونغ ده اللي مشترك في منافسه غوريان غبيونغ؟ ده راجل عظيم جدا. وبيقول له تاسينغ انه عايز يسأله سؤال بخصوص اللوحه، ولكن مون بيجاوب على السؤال قبل ما يتسأل وبيقول: انا معرفش تفاصيل عن الشخص اللي رسم اللوحة دي، ولكن قبل ما يمشي قال لي انه الخط السماوي. وبيتصدم تاسينغ اول ما بيسمع الاسم وبيقول له مون: ايه ده؟ انت تعرفه ولا ايه؟ ارجوك كلمني عنه. وبيقول له تاسينغ ان الخط السماوي دي طائفة تأسست على ايد شخص عظيم اسمه جان غشيون، ولكن اسم الطائفة الحقيقي هو أدومي. وبيقول له مون: يعني معقول الشخص اللي رسم اللوحة دي هو جانغ؟ وبيرد تاسينغ: بصراحة معرفش، ولكنك محظوظ انك اتعلمت الفنون القتالية بتاعته عن طريق اللوحة، وده اللي خلى عملية ان ابعت لك طاقتي دي كانت سهلة جدا. وبيقول تاسينغ في نفسه: الولد ده هيبقى قوي جدا في المستقبل، واسياد فنون الدفاع عن النفس هيتمنوا ان يبقى عندهم تلميذ زيه، انا لازم اساعده انه يقدر يعمل كده. وبيقول لمون: اعتقد انك بقيت كويس في التدريب الداخلي وكمان فن السيف، ولكن ما اعتقدش انك اتعلمت تقنية الخطوات. وبيستغرب مون وبيقول له: هي ايه تقنية الخطوات دي؟ وبيقول تاسينغ: ايه ده؟ هو انت ما تعرفهاش؟ انا لو اعرف انك جاهل كده ما كنتش اديتك طاقتي من الاول. ولكن عموما التقنية دي هي انك تتعلم حركة رجلين خصمك وتعرف ايه خطوته الجاية وتقدر تهزمه، وانا هعلمك التقنية دي النهاردة. وبنروح للأميرة يون، وهناك بيقول لها شخص اسمه تشانغ: عدد المحاربين قليل جدا، المفروض يبقى معانا على الأقل 50 محارب، ودلوقتي معانا 30 بس، فاحنا لازم نجمع عدد أكبر علشان ما يبقاش شكلنا وحش في المنافسة الجاية. وبترد يون: اتصرف وهات أي حد قبل ما المنافسة تبدأ، لأن مفيش وقت، حتى لو هتجيبوا عمال يمثلوا ويعملوا نفسهم محاربين، المهم نكمل العدد وخلاص. وبنروح لمون وبيبدأ تاسينغ يعلمه تقنيات الخطوات، بس مون بيبقى واقف مش فاهم أي حاجة. وبعدها بيقول في نفسه: أنا كنت مش قادر أفهم التقنية دي، ولكن لما ركزت قدرت أشوف حركة رجله. وبعد ما تاسينغ بيخلص بيقول لمون: ها، حفظت التقنية كويس؟ عموما أنا سبت لك آثار خطواتي هنا علشان تقدر تفتكرها لو نسيت، وأنا همشي دلوقتي، ولكن قبل ما أمشي خد دي. وبيديله تاسينغ شارة التابع وبيقول له: انا هديك الشارة دي وهي دليل على انك بقيت صديق طائفتنا، وهاخد انا بس السيف اللي اديتهولك قبل كده لانه يعتبر كنز للطائفة،
وما اقدرش استغنى عنه، ولكن وعدني انك ما تبيعش اللوحة دي او تتخلص منها باي شكل. وبياخد مون الشارة وبيشكر تاسينغ وبيمشي، وبيقول مون في نفسه يا ترى ايه التغيير اللي هيحصل عليا في المستقبل بعد اللي حصل النهارده ده. وبيرجع مون لابوه سونغ وبيديله الفلوس علشان يجيب بيها علاج لامه، وبيستغرب سونغ جدا انه ازاي قدر يرجع اللوحه. وبيقعد مون تاني يمارس هوايته المفضله وهي انه يقعد قدام اللوحه ويتاملها. ووقتها بيتعصب جدا سونغ وبيقول له انا كنت فاكرك اتغيرت، ولكنك برضه مصمم تبقى غبي. انا هاخد اللوحه دي وهولع فيها لمصلحتك. وبيقول له مون انا اسف، انا كنت غلطان وبفكر في نفسي وبس، ولكن دلوقتي ما تقلقش، مش هبقى غبي من النهارده وهبقى شخص تقدر تعتمد عليه. ووقتها بيعيط سونغ من الفرحه وبيقول انا بقالي كتير ما شفتكش بتتكلم كده زي الناس الطبيعيه. وبيقول مون في نفسه انا فعلا كنت مشغول مع اللوحه وما كنتش مقدر قلق امي وابويا عليا، انا ما كنتش ابن صالح ليهم. وفي نفس اليوم بالليل مون بيقعد قدام اللوحة وبينام شوية، وبيلاقي نفسه جوه حلم وموجود في الطاوي اللي رسم اللوحة. وبيقول لمون انا بدأت افقد الشغف في اني اعالج الناس من التأخر الشمسي. ومون واقف مش فاهم اي شيء ولا عارف هو فين اصلا. وبيقول له الطاوي التأخر الشمسي ده هو ان في شوية اشخاص بيتولدوا اقوياء، ولكن فجأة جسمهم بيضعف بدون سبب، ولما بيوصلوا لسن ال20 قلبهم كمان بيضعف وبيتعرضوا لسكتة قلبية وبيموتوا. هي حالة نادرة جدا، ولكن أنا في خلال ال100 سنة اللي فاتوا قدرت أعالج أطفال كتير وانت من ضمنهم. وبيتصدم مون وبيقول يعني أنا كان عندي التأخر الشمسي وانت عملت اللوحة دي علشان تعالجني من المرض ده. وبيقول الطاوي أنا بهنيك إنك قدرت تتغلب على المرض وهتعيش حياة عظيمة الفترة اللي جاية، ودلوقتي خلاص اللوحة هتختفي لأنها قامت بمهمتها. وبيفوق مون وبيلاقي إن فعلا اللوحة اختفت، وبيفرح مون إن كل ده كان علاج لمرضه. وبيقول أنا كتب لي حياة جديدة وهحاول إن أستغلها بشكل كويس. وبيجي تاني يوم وبيصحى مون وهو كله نشاط وحيوية وسخنان على الشغل، وبيفضل ينظف في الفندق بتاع أبوه وبيغسل الأطباق باحترافية. وبتيجي أمه وبتفرح بالتغيير اللي حصل له، ولكن بتكون تعبانة جدا ومش قادرة تقف على رجلها. وبيوديها مون للسرير وبيصحى سونغ وبيقول لمون أنا من النهاردة هساعدك في شغل الفندق، ولو في أي شغل تقيل أنا اللي هقوم بيه. وسونغ بيبقى مش مصدق اللي سمعه وبيحضن مون وبيقعد يعيط من الفرحة، وبيتفاجئ بأن الفندق نظيف وجميل. وبيروح مون بعدها للمكان اللي تاسينغ علمه فيه تقنية الخطوات، وبيلاقي آثار رجله لسه موجودة. وبيتتبع الخطوات اللي عملها له تاسينغ، ولكن بيقع على الأرض وبيقول الموضوع مش سهل زي ما أنا كنت فاكر، بس ده ممتع جدا. وبنعرف إنه كل ما مون كان بيتضايق إن اللوحة خلاص ما بقتش موجودة كان بيروح ويتعلم التقنية اللي علمها له تاسينغ. وعدت أيام وهو لسه برضه ما اتعلمهاش، وده طبيعي لأنه عمره ما اتعلم أي تقنيات قبل كده. ولكن في يوم بالليل مون مش بيقدر ينام من كتر التفكير في إنه عايز يتقن التقنية دي، معتمد على انه يواكب سرعة الخطوات، وبيقدر اخيرا انه يتقنها. ومن بعدها ابتدى يتعلم ازاي يقوي جسمه، وكان بيلعب ضغط وعضلاته وقتها بقت اقوى. وبعد ايام بنشوف مون وهو شايل حجر تقيل جدا على ظهره وبيفرح بنفسه انه بقى اقوى، ولكن بيحس ان ناقصه شيء وهو سيف. وبيقول مون لو مارست تقنية الخطوات وانا شايل سيف في ايدي الموضوع هيكون امتع بكتير، انا لازم الاقي سيف كويس. وبيبص من جنبه بيلاقي سيوف متكسرة كانت مع المجموعة اللي جيونغ قضى عليها، وبياخدهم وبيروح لحداد وبيقول له انه ياخد السيوف المتكسرة دي ويديله سيف سليم في المقابل. وبيقول له الحداد هو مش انت ابن سونغ القوي، لا عايز تشتري سيف؟ وبيرد مون العالم بقى صعب جدا، فعلشان كده انا عايز اي سيف يبقى معايا حتى لو صغير ارجوك. وبيقول له الحداد انا لو سيحت حديد السيوف ده هيبقى مادة كويسة ليا اقدر اشتغل بيها، ولكن انا مش هقدر اديك سيف لاني مش بصنع الاسلحة اصلا، وده لان لو صنعت اسلحة واتقتل بيها ناس انا اللي هشيل ذنبهم، فانا عايز اكسب فلوس بالحلال. وبيقول له مون طب خلاص علمني ازاي اصنع السيف وهصنع سيفي انا بنفسي. ولكن الحداد بيكون رافض جدا، بس اخيرا بيقنعه مون وبيقول له الحداد انت عنيد وعندك اصرار كبير، وخلينا نعمل تحدي، وهو انك لو قدرت تشيل المعدات التقيلة دي وتوديها المصنع وقتها هعلمك صناعة السيف. وبعد ساعتين بيكون مون نقل كل المعدات، بس بيكون جاب جاز من كتر التعب، وبيتصدم الحداد وبيقول هو ازاي شال المعدات التقيلة دي في وقت قصير. وبينده الحداد على ابنه سانغ علشان يعلم مون صناعة السيف، وبيروحوا للمصنع وهناك بيقول له سانغ
على فكرة الموضوع مش سهل، ده الحدادين بياخدوا نص ساعة على الأقل علشان يقدروا يتعلموا صناعة السيف. ووقتها مون بيستخدم ورقة وبيقعد يهوي بيها على الفرن اللي بيسيح الحديد، وبيقول إن بالطريقة دي النار هتبقى أقوى. وبيقول سنغ في نفسه هو ليه بيتعامل كأنه فاهم في الشغلانة، وبعدين هو مش كان معروف عنه إنه غبي، إزاي بقى بالذكاوة دي؟ وبعدها بتيجي مرحلة تشكيل السيف، وبيقول سنغ لمون لازم تفضل تضرب السيف من غير ما تعمل أي حاجة غلط فيه، وواحد زيك هيبقى صعب عليه إنه يضرب السيف 10 مرات. وبيقول مون في نفسه أنا لو ضربته بالراحة فهيبقى ضرب ملوش لازمة، ولو جامد أكيد هيتكسر مني، أنا لازم أركز كويس قوي. وبيقدر مون إنه يشكله كويس، وبيعمل كمان باقي الخطوات صح. ووقتها بيجي الحداد، ولما بيشوف اللي بيعمله مون بيقول في نفسه هو ازاي اتعلم كل مراحل صناعة السيف في الوقت الصغير ده؟ ده تحس كأنه في معركة مع السيف. وبيقول يا أنا يا هو النهاردة، ده أنا أول مرة أشوف حد زيه كده. وبيقول لمون وقف اللي بتعمله ده، أنا هعلمك بنفسي. وبيبدأ الحداد يعلم مون، ومون لما بيشوفه بيقول في نفسه حركاته مختلفة تماما عن ابنه سانغ، لأن سانغ كان بيكروتني كده، لكن أنا دلوقتي قادر أتعلم من أبوه من مجرد النظر وبس. وبعد ما بيخلص بيسيب بقى مون يتعامل مع نفسه. وبعد 3 أيام سانغ بيكون ماشي مع أبوه، وبيقول له أبوه أنا حاسس إن مون هيقدر يصنع سيف قريب. وبيضحك سانغ بسخرية وبيقول له انت بتحلم، ازاي العبيط ده هيقدر يصنع سيف بالسرعة دي؟ ده محتاج على الأقل 10 سنين ولا حاجة. ولكن بيتفاجئوا بمون وهو ماسك سيفه اللي صنعه في ايده. وبيقول مون في نفسه لما بدأت أصنع سيفي لقيت ايدي بتتحرك من نفسها كده، معقول ده برضه بسبب اللوحة؟ بس لا، الفضل الأكبر كان للحداد العظيم. وبيقرب مون عليه وبيشكره جدا على تعليماته، وبيقول له الحداد انت تقدر تصنع عدد السيوف اللي تحبه هنا، ولكن خليك فاكر ان اي سيف هيتصنع هنا لازم يكون هيستخدم في شيء مفيد مش في اذية حد. وبياخد مون السيف وبيقول انا دلوقتي اقدر اتعلم فنون السيف. وتاني يوم بيبدأ يساعد ابوه في المطعم، وبينزل الاكل للزباين، وبيكونوا مستغربين جدا ان ده الولد الغبي اللي كان بيفضل قاعد متنح قصاد لوحة. ووقتها بتيجي الاميرة يون للمطعم ومعاها الحارس ليم، ومون أول ما بيشوفه بيفتكر لما قبل كده اتضرب من الحارس ده. وبيدخلوا يقعدوا، ووقتها لين بينده على سونغ علشان يجي يشوفهم هياكلوا ايه، بس بيجيله مون وبياخد الطلبات بتاعتهم. وهو ماشي بيدب ليم على ظهره وبيقول له لا مؤاخذة ما كانش قصدي. وليم يا عيني ما كانش قادر يعمل حاجة بسبب ان الأميرة قاعدة. وبيجي الأكل والكل بياكل وخلاص، الأميرة يوم بتكون ماشية بس بيقول لها ليم روح انت علشان انا ورايا حاجة عايز اعملها. وبيلف ليم وبيدخل المطعم تاني وهو متعصب وبيقول الاكل اللي اكلته كان فيه شعر، انتوا ازاي تعملوا كده مع واحد من قمة اللبلاب؟ ووقتها بيتضايق مون وبيبقى عايز يمسك فيه، بس بيهديه سونغ وبيقول له إيه اللي انت هتعمله ده يا مجنون، ده افضل راجل في قمة اللبلاب فما ينفعش تلمسه اصلا. وبيرد مون احنا اكلنا نضيف جدا وهو بيتبلى علينا علشان يضايقنا وخلاص. وبيقول لسونغ ان هو هيتعامل مع الموقف ده، وبيقرب سونغ عليه وبيديله الفلوس اللي دفعوها في الاخر، وبيعتذر له كمان علشان يخلص الموضوع. وبياخد ليم الفلوس وبيمشي، ولكن بيطلع له من بره وبيقول له تعالى هنا عايز اكلمك في حوار مهم. وبيلف ليم وشه، ولما بيلاقي ان الكلام طالع من مون بيتعصب وبيقول له انت يا حقير ازاي تتكلم معايا بالشكل ده؟ هو انت مش كفايه انك غبي، لا ده انت بقيت مجنون كمان. وبيرد مون ايوه انا مجنون، ايه رايك بقى تتضرب على ايد الراجل المجنون ده؟ وبيتعصب ليم وبيقول يا كلب انا متضايق منك جدا، وانا مش هقدر امسك نفسي عنك غير لما اقتلك. وبيستفز مون وبيقول طب ما احنا فيها، تعالى ووريني نفسك. وبيهجم ليم عليه ولسه هيديله بالبوكس، بس بيقرب مون عليه وبيديله بالكوع في وشه، وبينزف ليم من مناخيره وبيقول له انت يا كلب ازاي تجرؤ انك تضربني؟ ده انت ليلتك سودا النهارده وهقتلك. وفي وقتها بيهجم مون عليه وبينزل فيه ضربه وبيمسكه من سنانه وبيقول له انا بحذرك انك ما تجيش لمطعمنا تاني، لاننا مش هنبيع الاكل لامثالك، وحق الفلوس اللي ابويا اداها لك انا هاخده. وبيسيبه مون وبيقول له لو شفتك بس بعد كده اتجرأت ورفعت صوتك عليا هخلع لك سنانك، ويلا غور دلوقتي. وبيتعصب ليم وبيقول انت فزت عليا، ولكن استنى بس وانا هوريك ازاي تهين واحد من قمة اللبلاب. وبيقول له مون شكلك عايزني اشيلك سنانك دلوقتي، بس وقتها بيجري ليم خوفا من مون. وتاني يوم الصبح بيدي مون لابوه فلوس الاكل، وبيبقى مصدوم جدا ان مون قدر يرجعهم من ليم. وفي وقتها بتدخل مجموعة بنات للمطعم، ولكن واحدة فيهم بشرتها بيضة جدا وشعرها أحمر وبتجذب انتباه مون.
وبتستغرب قائد مجموعة البنات وبتقول لمون: هو انت مالك مركز مع البنت كده ليه؟ على فكرة انا موجود انا كمان، ويلا شوف هتقعدنا فين. وبتقول البنت ام شعر احمر لمون: احنا اول مرة نيجي المطعم ده وعايزين الاكل اللي اسعاره معقولة، واحنا هنبات هنا النهاردة في الفندق وهنمشي بكرة الصبح. وبنعرف ان البنت ام شعر احمر دي اسمها جوم. وبيقعدوا كل البنات ياكلوا، ولكن بيلاحظ مون ان جوم قاعدة مش بتنطق ولا كلمة. وبعد ما بيخلصوا اكل بياخدهم مون لاوضهم اللي هيباتوا فيها، وبيشاور مون ليهم بصباعه انهم يجوا وراه. ووقتها بتتعصب قائدة المجموعة وبتقول له: هو انت بتشاور لنا كده ليه؟ هو انت فاكر نفسك مين؟ وبنت منهم بتهديها وبتقول لها: اهدي، ده مجرد نكرة وما يعرفش اي حاجة عن الفنون القتالية، فما تديهوش اهتمام. ووقتها بيقول مون في نفسه: هو الواحد لما ما يبقاش عارف الفنون القتالية يبقى كده بقى نكرة خلاص، دول عبط قوي. وبياخدهم مون لأوضة وبيقول ان دي الأوضة اللي هيقعدوا فيها. وبتعترض القائدة وبتقول له: دي أوضة صغيرة وريحتها وحشة، احنا مش هنقعد هنا. وبيرد مون ببرود: معلش، هي دي اللي فاضية، الباقيين كلهم فيهم ضيوف، ولو مش عاجبك روحي فندق تاني. وبتتعصب القائدة وبتقول: هو انت عايز تتقتل ولا ايه؟ ازاي تعاملني بالطريقة دي؟ وبتيجي بنت وبتقول لها: اهدي، انت ما ينفعش تعملي قلق هنا، لان المعلم غنغ ليه عيون في كل مكان، ولو عرف اننا هاجمنا راجل ما يعرفش اي حاجة عن الفنون القتالية فوقتها هيعاقبنا، وهو سواد الليل اللي هنقعده هنا، فمعلش استحملي. وبيقول مون: عموما هو في مكان فاضي في الجنينة بره ويسع شخص واحد بس، لو عايزة تروحي يعني. وبتستحقر القائدة الجنينة وبتقول لجوم أم شعر أحمر إن هي اللي تروح تنام فيها. وبتخرج جوم مع مون وبيوديها أوضة أكبر بكتير من اللي فيها القائدة وباقي البنات، وبيقول لها إنه عمل معاها واجب ويا ريت ما تقولش للقائدة إنها أخدت أوضة كبيرة علشان ما تقتلوش. وبتشكره جوم وبيسيبها مون وبيمشي وبيروح يكمل تدريب على تقنية الخطوات، ولكن بيتفاجئ بليم إنه واقف مع مجموعة أشخاص وبيشاور لهم على المكان اللي فيه مون، وبيقول لهم: انا عايزكم تدشملوا مون وتخلوه ما يقدرش انه يتحرك تاني، ووقتها هديكم الفلوس اللي انتوا عايزينها. واثناء ما مون بيتدرب بيلاقي الرجاله اللي ليم جايبهم واقفين جنبه، وبيقول له: ليم، انت هتموت النهارده بسبب اللي عملته فيا، انا جبت لك القائد ياشا ورجالته. وبيقول له مون: هو مش انا حذرتك قبل كده من انك ما تتعرضليش تاني؟ لا ده انت كمان جايب لي مجموعه من الجهله وجاي بيهم. وبيقول له: ياشا، هو انت شايفني جاهل؟ ده انت شكلك بقى مش محتاج لرجلك لاني هقطعها لك صباع صباع. ووقتها بيهجم عليه ياشا وبيحاول انه يضربه، بس مون بيقدر يتفادى كل الضربات. وبيقول مون في نفسه: بسبب تدريبي على تقنية الخطوات فانا اقدر اتفادى اي ضربة بسهولة، اعتقد ان المعركة دي فرصة ليا علشان اطبق اللي اتدربت عليه. وبيجي بقى رجالة ياشا علشان يتعاملوا مع مون، ولكنه بيجيب شومة وبينزل فيهم ضربة، وبيمسك ياشا الفاس بتاعه ولسه هينزل على دماغ مون بيه، بس مون بيقدر بصباعه انه يحدف الفاس بعيد عنه. وبيقول لي ياشا: مش كفاية كده ولا ايه؟ روح خد فاسك وامشي من هنا. وبيقول ياشا في نفسه: ده شملنا بحتة شومة خشب ملهاش لازمة، شكل الولد ده بقى قوي جدا. ووقتها ياشا بيجيب ورا وبيقول لمون: انا شكلي جيت للشخص الغلط، انا اسف، وليم شكله كان وقح معاك، فهو عندك اهو، اتصرف معاه واحنا هنمشي. وبياخد رجالته وبيطلع يجري. وبيقول مون في نفسه: تقنية الخطوات ومهارة السيف مع بعض خلوا جسم قوي جدا. ولين بيبقى واقف بيتفرج ومستغرب من قوة مون، وبيهجم مون عليه وبيقول له: هو انت مش بتحرم؟ مش انا قلت لك ما تجيش هنا تاني؟ وبينزل فيه ضرب وبيدشمل وشه. وبيقول له ليم: ارجوك سامحني، انا مش هظهر لك تاني ولا هعمل لك اي حاجه. وبيسيبه مون وبيقول له: لو مش عايز تتعرض لضرب اكتر من كده فيلا غور من هنا دلوقتي. وبيطلع ليم يجري وهو بينزف من كل حته في وشه. ووقتها بيقول مون: انا مش عارف في ايه النهارده، ده عمال يحصل حاجات غريبه من الصبح، بس انا لازم ارتاح. وبيروح مون علشان ينام، ولكن في عز نومه بتنده عليه قائدة المجموعة وبتقول له: أنا عطشانة قوي، هات لي أشرب. وبيتعصب مون وبيقول: على فكرة المية جنبك، يعني ما كانش ليه لزوم تصحيني. وبترد القائدة: صح، أصلا أنا كنت عايزة شاي، هاتولي بسرعة. ووقتها مون بيبقى بيشتمها في سره. وبيجي تاني يوم الصبح وقبل ما يمشوا القائدة بتتريق على البنت جوم وبتقول لها: يا عيني تلاقيكي نمت طول الليل في اسطبل الأحصنة. بس جوم بتبص لمون ومش بتبقى عارفة تقول ايه. وبيرد مون مكانها وبيقول: لا ما تقلقيش، اسطبل الأحصنة نظيف وهي نامت كويس جدا هناك. ووقتها بيمشوا كلهم وسونغ بيقول لمون: هي البنت ام شعر احمر دي عاجباك ولا ايه؟ اصل انت كنت مهتم بيها قوي. وبيرد مون: لا عادي، هي بس كانت صعبانه عليا لانها بتتعامل معامله قذره من البنات دول. وبعدها مون بيفتكر اخوه كانغا اللي اخدته طائفه هواسان زمان، وبيقول: يا ترى كانغا عامل ايه دلوقتي هناك؟ وبيقول سونغ لمون:
أنا شايف إنك دلوقتي بعد ما بقيت أقوى المفروض تروح لقمة اللبلاب وتشتغل هناك. وبيرد مون: وأنا ليه هروح لهناك؟ ما أنا بشتغل معاك هنا في الفندق. وبيقول له سونغ: أنا مش عايز عمرك يضيع في إنك تساعدني في الفندق، وأنت أخيرا بقيت شخص ناضج وذكي، فروح لهناك علشان أنا وأمك نبقى مطمنين عليك. ووقتها بيقتنع مون وبيروح لقمة اللبلاب، وهناك بيقابل حارس اسمه سيو. وبيقول له سيو: انت عايز تشتغل شيال هنا، ويا ترى ايه اللي تقدر تشيله بقى بجسمك الضعيف ده؟ وبيقوم مون وبيشيل سيو بالكرسي اللي قاعد عليه بايد واحدة بس. وبيتصدم الحارس سيو وبيقول له: ده انت قوي جدا، نزلني ارجوك، وانت خلاص اتقبلت في الوظيفة دي. وبعدها بيخرج سيو وبيأمر شخص بانه يجمع كل المجندين اللي جم جداد، لانه بكره هيروحوا كلهم لمدينه غوريان غبيونغ علشان المنافسه اللي هتحصل هناك. وبيقول مون: ده خلاص هيمشي بكره، يا ترى هينفع اروح معاهم ولا ايه؟ بس تقريبا كان لازم اقدم طلب الاول. وبيجي شيال زميله وبيقول له: هو مش انت مون؟ ما تقلقش، انت هتروح معانا، واستعد بقى علشان الطريق هيكون طويل. وبيبص من بعيد بيلاقي الاميره يون وجنبها حارسها الشخصي، وبيقول له الشيال ان ده جيونغ. وبيفتكر مون لما تايسينغ قال له ان جيونغ ده هو اللي قتل اخصام تايسينغ. وبيقول له الشيال: انا مبسوط ان هو هيكون معانا في رحلتنا لغوريان غبيونغ، لان وقتها هنكون بامان. وبيتوتر مون وبيقول في نفسه: هي الطرق اللي بتودي لهناك خطيره ولا ايه؟ وبعدها بيروح مون للبيت وبيحكي لامه اللي حصل، وانه هيشترك في منافسه غوريانغ. ولكن امه بتكون قلقانه جدا، وبيقول لها مون: ما تقلقيش يا امي، دول قالوا ان هيدوني فلوس اضافيه لما اروح الرحله دي، وكمان لو رحت هناك لغوريانغ هقدر اوصل لطائفه هواسان، وقتها هقدر اقابل اخويا كانغ، وبعد فتره هرجع تاني وهكون معاكي. وبيودع من اهله وبيمشي. وتاني يوم الصبح كل الجنود وافراد طائفه اللبلاب بيطلعوا لجبل اللبلاب، وكانوا حوالي 52 شخص في الاجمالي، وكانت قمه الجبل عاليه جدا. وبيقول شيال لمون: هو الموضوع مش صعب عليك، ده انت حتى ما نزلتش نقطه عرق من التعب. وبيرد مون: لا، انا كلي طاقه، وكمان دي اول مره اشتغل فيها شيال، فانا مبسوط ان هقدر اكسب فلوس من الشغل ده. وبيواصلوا المشي لحد بالليل، وبيوصلوا لخيم، ودي هيناموا فيها لحد ما الصبح يطلع. والاميره يوم بتقول: انا مبسوطه ان جيونغ اللي من طائفه فصيل جونيون موجود بنفسه هنا علشان يبقى المساعد الشخصي بتاعي. ووقتها بيقول جيونغ في نفسه: انا هنا هاخد فلوس قليله، ولكن كفايه ان جنب الاميره الجميله دي، وانا لازم اخليها ملكي في خلال 3 ايام بس. ووقتها مون بيبقى قالع قميصه وبيملى ميه، والعضلات بقى باينه، وبنات مع الاميره بيبصوا عليه وهما مبهورين وبيقولوا: هو مين ده؟ احنا اول مره نشوفه، شكله شيال جديد. وبتبص الاميره هي كمان عليه وبتبقى متنحه، وبتقول في نفسها: مش ده ابن سونغ اللي رحت اكلت في مطعمه؟ ده من جسمه باين عليه انه كويس جدا في فنون الدفاع عن النفس. وبيتضايق جيونغ جدا وبيقول في نفسه: هو الكلب ده قالع كده ليه وجذب انتباه البنات؟ ده حتى الأميرة اللي عمرها ما بصت لي أصلا الولد ده جذب انتباهها، أنا لازم أبعده عن هنا بأي طريقة. وبيقول له جيونغ بعلو صوته: أنا هخليك مشلول مدى الحياة بدل ما أنت عمال بتتباهى بجسمك قدام البنات. ولكن مون بيبقى ولا كأنه سامع، وجيونغ بيتعصب جدا، وبعدها بيحس مون إنه خلاص تعب، ولكن برغم كده بيفضل يتدرب على فنون السيف. وبنعرف ان من ساعة ما صنع السيف بتاعه وهو مش بيفوت يوم من غير ما يتدرب على فنون السيف، وده لانه عايز يبقى اقوى ويقوي عضلاته بشكل احسن. واثناء ما هو بيتدرب بيجي شخص غريب اسمه سانغ، وبيقول لمون: ده انت طريقة تدريبك عظيمة، ما كنتش اعرفها قبل كده، ينفع تعرفني عن المعلم اللي علمك الحاجات دي؟ وبيرد مون: لا، انا ماليش معلم اصلا. وبيقول له سانغ: كنت متوقع، شكلك قوي قوي بقى، ويا ريت تعرفني كل حاجة عن تدريبك. وبيقول مون في نفسه: هو اللي علمني هو انا سنغ، ولكن ما اقدرش اقول عليه برضه انه معلمي. وبيبدأ سانغ يسأله اسئلة كتيرة جدا، وبيقرر انه يمشي علشان يرتاح من الصداع ده، ولكن بيقول له سانغ انه جاي معاه، فبيجري مون علشان يهرب منه، ولكن برضه بيلاقيه جوه وراه. وبيقول مون في نفسه: هو مين الشخص ده وليه لازقلي قوي كده؟ ده انا مش عارف اتهرب منه، اعتقد انه شيال زيي. وبيروح مون علشان ينام، وبيلاقي سانغ نايم جنبه، وبسبب كده معرفش مون ينام طول الليل من كتر الرغي. وبيكملوا رحلتهم، واثناء ما هم ماشيين مون بيسأل سانغ عن اسمه، بس سانغ مش بيرضى يقول له، وبيقول له: اعتبرني شخص مجهول الاسم. ووقتها القائد سيو بيقول: الكل يقف، احنا هنتغدى الاول وبعدها هنكمل ماشيه. وسانغ بيشد مون من ايده وبيقول له ان في مكان عايز انهم يروحوا سوا، وهناك هيديله هديه كبيره، وبيطلعوا على جبل سوا. ولكن سانغ بتبقى سرعته عاليه جدا في تسلق الجبل، وبيستغرب مون وبيقول في نفسه: هو الشخص ده ماله سريع كده ليه؟ ده اكيد شخص مش عادي. وفي الاخر بيوصلوا عند نمر، وبيقول سانغ:
ده النمر الابيض اللي فروه فضي، وهو وحش نادر وعنده قوة روحية مولود بيها، ودلوقتي في نمر صغير امه ماتت، فايه رأيك انك تاخده تربيه، لان لو عاش لوحده هنا هيموت. وبيقول له مون: هو ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش انت اللي جبتني لهنا؟ يبقى انت اللي تتحمل مسؤولية النمر ده. وبيرد سانغ: لا، انا ما بحبش اشيل مسؤولية حد، انا بحب اعيش بحرية. ووقتها بتكون في صخرة كبيرة جدا هتقع على النمر الصغير، ولكن مون بيقدر يحميه. وبيقول مون لسانغ: هو انت جايبني لهنا وانت قاصد تلبسني النمر ده علشان اربيه، صح؟ وبيقول سانغ: انا بعمل كده علشانك انت. هو انت فاكر ان النمر الفضي ده وحش شائع؟ ده نادر جدا. وبيسيبه سانغ وبيمشي، ومون مش بيبقى عارف يعمل ايه، وبيقرر انه هيمشي ويسيب النمر. وبيقول في نفسه: انا للاسف مش هقدر اتحمل رعاية النمر ده، لان عندي حاجات تانية اهم. وبيمشي مون، ولكن النمر بيجري وبيمشي وراه، فبيضطر مون انه يخليه معاه. وبيروح لسانغ وبيقول لمون: بما انك قررت انك هتراعيه، فخليني اقول لك شويه معلومات عنه، وهو ان زي ما قلت لك قبل كده عنده قوه روحانيه، وكمان هو مفترس وبياكل لحوم بس. وبما ان مفيش لحوم، انا هروح اجيب له رز، ومش بيعمل حاجه لحد طالما محدش اذاه. وبيروح سانغ للناس اللي بتحضر الغدا وبيطلب منهم رز، ولكن بيرفضوا. ووقتها بيجي جيونغ وبيعرف ان الشيال سانغ كان مع مون، فهم افتكرهم صحاب، وافتكر ان سانغ هياخد الاكل ده لمون. فبيقول لسانغ: هو انت يا كلب جاي متاخر عن ميعاد توزيع الاكل وعايز تاخد اكل لصاحبك؟ ده انت بجح قوي. وبيروح جيونغ موقع الاكل على الارض، وبيتضايق سانغ وبيضحك بصوت عالي جدا لدرجه انه بيخلي جيونغ بينزف من مناخيره وودنه. وبيقول سانغ: انا بقالي اكتر من 100 سنه متعلم الطريقه دي، ولكن ما كنتش اعرف انها ممتعه كده. وفي الاخر سانغ بياخد الرز وبيمشي، ووقتها جيونغ بيبقى عملها على نفسه من الرعب، وبيقول: هو ايه الطريقه اللي استخدمها دي؟ وبعدين ده بيقول متعلمها من 100 سنه، وهو شكله صغير جدا، انا مرعوب فعلا منه. وبيروح سانغ لمون وبيكون متفاجئ جدا من اللي سانغ عمله، وبيقول له مون: انا بصراحه من ساعه ما شفت طريقتك وانت بتتسلق الجبل قلت عليك انك شخص مش عادي. وبيقول له سانغ: انا كنت بنفس ذكائك كده لما كنت في سنك، ولكن قول لي ايه هو هدفك في الحياه؟ وبيرد مون: انا هدفي هو اني اكسب فلوس كتيره واساعد بيها ابويا علشان يقدر يجيب علاج لامي. وبيقول له سانغ: بس انا كنت بسأل عن حلمك المستقبلي، انت بتبص من منظور ضيق قوي. وبيقول مون في نفسه: انا فعلا ما عنديش اي اهداف، ومش عارف حتى انا عايز اكون ايه لما اكبر. وبيقول سانغ: ايه رايك تبقى زيي؟ انا زعيم فنون الدفاع عن النفس، وفي الاول بصراحه لما شفتك بتتدرب كان عندي فضول اتجاهك، علشان كده كنت لازق لك. وبيديله سانغ كتاب هو فيه شرح عن فنون الدفاع عن النفس للمبتدئين، وبيقول له سانغ: الكتاب ده كتبت فيه الحاجات الأساسية لفنون الدفاع عن النفس، وأنا متأكد إنه هيساعدك كتير لو قريته. وبيقول مون: طب هو أنت تعرف إزاي الطاقة بتتحقن في السيف أو في الإيد علشان أبقى قوي أكتر؟ وبيرد سانغ: أنت قصدك على تجسيد الطاقة الخاصة بيك مش كده؟ المهم في الموضوع إن تقدر تتحكم في طاقتك عن طريق التدريب المستمر، وأنا هوريك إزاي تعمل كده عملي. وبيطلع سانغ عصاية وبيبدأ يعلم مون عليها إزاي يتحكم بطاقته، وبعد ما بيخلص بيقول إنه هيمشي خلاص، بس بيوقفه مون وبيقول له: انت كل ده ما قلتليش عن اسمك برضه. وبيقول سانغ عن اسمه وبيطير، ومون اول ما بيسمع اسمه بيتصدم، وبنعرف ان سانغ هو واحد من الاباطرة الثمانية العظماء، والناس كلها بتحترمه وبينبهروا بقوته. وبيقول مون في نفسه: انا كان شرف ليا ان يساعدني زعيم زي ده، انا مش مصدق ان واحد زيه كان بيساعدني اصلا، اتمنى ان اشوفه تاني قريب في مدينة غوريانغ بيونغ. وبنشوف بعدها ان مون كل ما بيلاقي نفسه فاضي كان بيقعد يقرا في كتاب سانغ، وبيعرف حاجات عن الطاقة الداخلية والدم وتعطش الدم. وبيقول مون: انا بعد القراءة اكتشفت ان كل حاجة في الكتاب مرتبطة باللوحة اللي علمتني كتير. ووقتها بيجي حارس وبيقول لمون: الأميرة يون عايزاك مخصوص. وبيروح لها مون وبيسألها ايه اللي عايزاه، وبترد الأميرة يون: الفارس اللي كان بيسوق العربية بتاعتي تعب فجأة، فعلشان كده عايزاك انت اللي تسوق. ووقتها بيتصدم مون ومش بيبقى مصدق، وبيقول في نفسه: انا هسوق عربية الأميرة؟ دي شكلها لعبت معاك ياض يا مون. واثناء ما مون بيسوق العربية بيفضلوا يتكلموا سوا، وبيسألها مون وبيقول: هو انت عندك حلم؟ وبترد يون: انا حلم ان اقدر اخد قراراتي بنفسي، وكمان امشي الدنيا زي ما انا عايزة، ولكن ده حلم خيالي، لان دلوقتي لازم افضل ماسكه طائفه اللبلاب لحد ما ابويا يفوق من غيبوبته. وبيقول مون في نفسه: انا سمعت الناس وهما بيتكلموا هو حالته ساءت فجأة. وبيقول له مون: على فكره انا كمان هدفي الحالي هو ان امي تخف وصحتها تبقى كويسه. وبترد الاميره يون: ايه ده، احنا طلعنا زمايل بقى في المهنه.
وبتدوس العربية على طوبة، ووقتها بيتهز مون وبيطلع من هدومه النمر الفضي الصغير، ولما بتشوفه يوم بتنبهر بيه وبتسأله جابه منين، وبيرد مون ده من كام يوم كده لقيته في طريقي وهو أمه كانت ميتة، فصعب عليا بصراحة فأخدته أربيه. وأخيرا القافلة بتوصل لمدينة غوريان غبيونغ، وبيقول مون للأميرة يون من فترة المكان هنا كان فاضي خالص، ولكن دلوقتي بقى مليان بالناس. وبترد يون ده علشان سمعة تشانغ وتايسنغ عظيمة، والناس اجتمعوا من كل المدن علشان يشوفوا الاتنين دول، لأن دي فرصة حلوة قوي ليهم. وبيتصدم مون أول ما بيسمع اسم تايسنغ، وبيقول في نفسه ده الشخص اللي أنقذ حياتي واداني طاقته الداخلية، أنا لازم أشجعه في المنافسة اللي هتحصل بينه وبين تشانغ. ووقتها بينزل مون من العربية، وبيجي حارس وبيقول للأميرة يون هو انت ليه مهتمة قوي بالولد مون ده؟ وبترد الأميرة يون لا مش مهتمة ولا حاجة، أنا بس كنت عايزة أتكلم مع حد شوية. وبتقول الأميرة يون في نفسها أنا عايزة أعمل صفقة تقدر ترجع قمة اللبلب لذروتها مرة تانية. وبيمشي مون في المدينة وبيتفاجئ ببنات جاية تتلزق فيه وعايزين يصاحبوه، وبيخرجوا سوا، ومون بيبقى محرج جدا منهم وبيبص بعيد بيتفاجئ بأخوه كانغ، وبيبصوا لبعض. وبعدها زمايل كانغ بيتكلموا عن مون وبيقولوا ازاي محارب عمال يتكلم مع البنات بالشكل ده، شكله راجل مقزز من قمة اللبلاب. ولكن وقتها بيجي شخص غامض مش باين من جسمه اي حاجة ولا حتى وشه، والمحاربين بيقولوا عنه الشخص ده تقريبا اللورد هونغ، وده لو حد اتصرف معاه تصرف وحش هيموت في وقتها. وبيقرب اللورد هونغ على مون وبيقف قدامه وبيستغرب مون وبيقول له هو انت مين؟ وبيقول كانغ في نفسه هو ليه قرب على اخويا وقف قدامه؟ ده انا سمعت معلومات عن انه قتل عدد كبير من المحاربين اللي بيروحوا ويجوا في منطقة الضوء الاحمر، وكأنه بيقتل حشرات، معقول هو عايز يقتل اخويا النهارده؟ ووقتها بيطلع كانغ سيفه وبيستعد علشان لو الراجل ده فكر يعمل حاجة لمون. يا ترى مين الراجل الغامض ده؟ وهل هيقدر يأذي مون؟ وايه اللي هيحصل في المنافسة اللي هتكون بين اتنين من قادة فنون الدفاع عن النفس؟ فيا ريت لو لسه ما اشتركتش في القناة يوصلك كل جديد احنا بنقدمه، وما تنساش تدعمني وتديني اللايك والكومنت الحلو اللي زيك. بس كده يا صاحبي اشوفك على خير، ويلا نقول سلام.